لا اسألي بقى، اسألي. انا سالتين المستشار القانوني لحمل التمرد. لا هو مش بيتطوع، هو بيقبل التطوع. حضرتك قابلت التطوع؟ قبلت عرضكم بالتطوع. طيب مش انا اللي بتطوع. طيب الحمله اختارت حضرتك ان تكون ممثلنا في تكون المستشار القانوني بتاعنا. انا قبلت وسعدت بذلك جدا. النمره بتاعتها اهي، واخد بالك، وذلك لاقتناعي بان الواقع يحتاج الى ثوره جديده، وان نظام الحكم فقد مشروعيته بسبب انتهاكه لحقوق الانسان لا اقول لهم البكا على راس المال وابتعاده عن الدستور، وكذلك حل الجمعيات المدنيه الذي تم في الاسكندريه والجيزه. وتقييمك ايه حضرتك لحملة التمرد في خلال الفترة اللي فاتت؟ حملة التمرد هي العمل الثوري الصحيح في هذه الفترة، وما سيتبعه من سحب الثقة من الدكتور مرسي فهي ثورة سلمية معبرة. وفي صحيح في امكانيه رئيس ان ده يتحول لواقع عملي في رد فعل عملي. هو واقع نفسي اكثر منه واقع عملي. واقع نفسي ورسالة يوصلها الناس الى مرسي بانهم لم تعد الثقة على المستوى الدولي بيكون ليها تاثير. لا، على المستوى الدولي بيعرف الناس الوضع الواقعي لحاكم مصر الذي لم يطبق، حتى انتقص من الحريات اللي جابتها الثوره. بس يا فندم في دول كلها المتقدمه المعترفه بالديمقراطيه بتعمل الحل ده، بيكون الحل اللي هو سحب الثقه من الرئاسه بيكون هو المطلب الديمقراطي في وقت ما يكون الرئيس تسبب هو او النظام الحاكم في اي خلل او انقسام مجتمعي، وده متعارف عليه في كل الدول الديمقراطيه. لا، احنا بنتكلم على مدى قناعه الدكتور مرسي بهذا الحل. هو غير مقتنع بهذا الحل، ولن يقتنع الا بثوره صحيحه كامله تخلعه يعني فعلا. احنا عشان كده لكن احنا بنعمل مقدمات لهذه الثوره الصحيحه. اولا بنقيس قوه الراي في الشارع، فانا مقتنع بحركه التمرد لانها بتعطي انطباع صحيح. نمرة 2 انها نوع من انواع الاستقصاء العلمي. 3 انها رساله بتبلغ الى كل حاكم يخرج عن حقوق الانسان وعن التعامل مع الناس. 4 اقول ان الفساد انتشر في 8 أشهر ما لم ينتشره في 10 سنوات من حكم مبارك. طب ممكن سؤال؟ اما بقيه ال30 سنه من حكم مبارك فاعتقد ان سيتم الوصول اليها في اقل من سنه، في اقل من شهرين. طب ايه راي حضرتك في الحمله اللي طلعت مضاده اللي هي حمله تجرد قصاد اللي اطلقتها الاخوان من يومين؟ قالت حمله تجرد، والشيخ حازم ابو اسماعيل هيدخل حمله تجرد. مضاده لمين؟ لحملة التمرد. يعني هم يعني بصوا، يعني انتوا عليكم ان تعملوا ما انتم مقتنعون به ولا تنظروا الى الاخر. نحن نحترم الاخر ونحترم طريقه تفكيره، هو حر. انتم تقدمون العمل الذي ترونه صحيحا وهذا يكفي. شكرا يا ريس. اهلا صبا، وادي صبا بنتي هتملى لكم. لا نصور معاك وانت بتقول تعالي. دي صبا بنتي وعضو في مصر القويه كمان. اصل انا غير مطمئن ان محمد فاروق يسلمها في الميعاد، وانتوا المسؤولين وانتوا اللي قلتوا لي انه طلع. امبارح نزل ولا خلص.